شفتوا وشنا نور ازاي لما لعبنا بلويس كيلي في نص الملعب؟ شفتوا وشنا نور ازاي لما لعبنا بنص ملعب فيه لعيبه بتعرف تلعب كوره، ولعيبه مش بتخاف انها تباصي لقدام، ولعيبه مش بتخاف انها تظهر لبعض، ولعيبه مش بتستخبى في الملعب. صوتي اتنبح من اول الموسم قاعد بقول نلعب بلويس كيلي وديكلين رايس وايزي في نص الملعب. صوتي بجد خلاص يعني لقيت لدرجه ان انا بقيت بسترخم نفسي. الحمد لله النهارده يعني تحس انها من علامات يوم القيامه ان ارتيتا مقعد زوبيميندي دكه وبيلاعب اخيرا لويس كيلي في نص الملعب. بجد انا لما شفت التشكيله ما صدقتش نفسي، وشفته كلنا جالنا ثقه ازاي في الماتش لما مسكنا الموبايل شفنا كالافيوري بيبدا، شفنا لويس كيلي في نص الملعب، شفنا ايزي اساسي، شفتوا كلنا ردت فينا الروح وجالنا ثقه. كله داخل، كل الجماهير داخله الماتش لا انت واثق ان انت ان شاء الله النهارده هتكسب بعد ما شفت التشكيله. وشفتوا النهارده نص الملعب بتاعك اختلف ازاي. ده اللي احنا بنقوله يا جماعه، احنا عندنا لعيبه بتعرف تلعب كوره وعندك مقومات ان انت تلعب كوره كويسه وتلعب كوره مقنعه. انما انت من اول الموسم حاصر نفسك في حته زوباميندي وحاصر نفسك في حته مارتن اوديجارد. انا خلاص انا عايز اقطع مع اي حد الفيرست نيم بتاعه مارتن في حياتي. انا مش عايز اعرف اي مخلوق الفيرست نيم بتاعه مارتن او اسمه الاولاني مارتن، لا مارتن اوديجارد ولا مارتن زوباميندي ولا اي حاجه. احنا كده الدنيا زي الفل قوي. اخيرا ده نص الملعب ده اللي انا بشحت من اول الموسم وصوتي وجعني وصوتي اتنبح ان احنا نلعب بالثلاثه دول في نص الملعب. لويس كيلي زي ما انا قلت لعيب هو اصلا مركزه نص ملعب مش ليفت باك، ولو ان انت حتى لما كنت بتلعبه ليفت باك الموسم اللي فات كان بيقضيها كان بيأدي يعني الدور ده بشكل كويس. ولكن في الاول في الاخر يا جماعه حرام لاعب بالكواليتي ده يتركن على الدكه الركنه المهببه دي الموسم كله. يعني انت الولد نوانيري سوحته واديته اعاره في مارسيليا. لويس كيلي انا كان صعبان عليا ان انا عارف الواد ده موهبه، والنهارده هو نزل لعب في الحته دي بشكل كويس جدا ونطق اخيرا وسط الملعب بتاعك، نطق نص ملعب. انا اول مره اشوف نص ملعبنا الموسم ده بالشكل بتاع النهارده، اول مره اشوف نص ملعب ايجابي لينا من اول الموسم، اول مره اشوف نص ملعب فيه لعيبه مش خايفه انها تاخد ريسك. لويس كيلي كل باصاته للكوره ثلاث ارباع باصاته للكوره كلها لقدام، كلها باصات ايجابيه. بيظهر دايما للعيبه على عكس التاني زوباميندي الاستاذ الاسباني القصير اللي هو كان كل ما يبقى في الملعب يستخبى، مش عايز يظهر قوي، خايف يغلط، كل باصاته لورا، ما بيعملش الباصات اللي قدام دي، الالتحامات كلها بيخسرها. لويس كيلي بيحط اللعيبه في ظهره وبيتكل على الله. انت بقى لو ذكر خد الكوره من لويس كيلي بعد ما حطك في ظهره يا باشا. هو ده بيحط اللعيبه في ظهره وينطلق ويلعب باصات ايجابيه على الجون وبيلعب باصات بسرعه وقرارات سريعه. هو ده اللي احنا محتاجينه وده اللي احنا بنقوله من اول الموسم. انا مبسوط جدا 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 بالتشكيله دي وفعلا الثقه زادت قوي عندي اول ما بقى التشكيله نزلت على الموبايل وببص كده عليها. لا انا حسيت ان انا لاول مره من فتره طويله جدا 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 اخش ماتش الارسنال قبل ما الماتش يبدا ابقى واثق ان احنا هنفوز بسبب بس اللعيبه اللي انا شفتها في التشكيل. هو ده